السلام عليكم. رسالة للطبال أحمد حسام ميدو، مع احترامي طبعا للطبالين لأن دي مهنة، لكن هو بيمتهنها لا مؤاخذة. أظن الرسالة وصلت. طول عمرك نصاب وحرامي في كلامك يا ميدو من وأنت لاعب، وبتتكلم أكتر ما بتلعب. في 2010 وقت إعلان كابتن حسن شحاتة لقائمة منتخب مصر واستبعاد ميدو، طلع وقال مين عاقل يستبعد ميدو وياخد لاعب محدش يعرفه اسمه جده ويشاء السميع العليم ان جده يكون هداف البطولة. في 2006 كان عامل فيها نجم النجوم والبطولة على ملاعبنا، وأنا ميدو العالمي اللي مفيش مني اتنين سجل هدف واحد في أسهل مباريات البطولة، وفي نفس الماتش أمام ليبيا ضيع ضربة جزاء، وطول البطولة كان بيلعب على عماد متعب وعمرو زكي، وفي قبل النهائي عمل المشكلة الشهيرة اللي كل الناس عارفاها، وقعد يزعق للكابتن حسن شحاتة بعد ما خرج بدقيقة عمرو زكي جاب جول، نزل مكانه وجاب هدف الفوز. بطولة كاملة انجازاته فيها جول واحد يتيم. في الاحتراف ما كانش بيقعد في اي نادي اكتر من موسم، والموسم اللي بعده يروح نادي تاني. في انديه راح فيها لعب فيها 4 شهور، وانديه لعب فيها 6 شهور. كل مسيرته كلاعب تتلخص في اياكس امستردام ومارسيليا وموسم واحد مع توتنهام، وفي اخر مسيرته كان بيلعب في نادي درجه تانيه في انجلترا بكرش اللي قدام منه حامل ده، وكان بياخد $1000 في الشهر. وقتها الصحافه في انجلترا اتريقت عليه وعلى كرشه وعلى الراتب اللي بياخده، وكان في تصريح في الصحف الانجليزيه ان هم عايزين يلموا له علشان هو بيشحت من الكوره. اعتزل وهو ما كملش ال 30 سنه ورجع تاني ينصب علينا بالكلام. انا معايا دورات تدريبيه وعلى اعلى مستوى وخبرات انجليزيه ومن الاخر وهغير الكره في مصر. مسك الزمالك في 2014، الاهلي خد منه البطوله بكريم بامبو، وكان لسه كريم بامبو حتى ما طلعش الطاقه، كان في اولى ثانوي. ووادي دجله نفسه على الهبوط. في مصر المقصه استلم النادي في مركز ثاني في الدوري، وقال للرئيس النادي هوصلكم لكاس العالم للانديه، وما جمعش معاهم غير 10 نقط. مسك الاسماعيلي مرتين والمرتين كانوا يهبطوا واخرهم الموسم ده. راح محول على الاعلام وقال لك اريح شويه من الكوره، من الخبرات اللي عندي التقيله اللي محدش فاهمها. على الاقل ريح من الانجازات اللي عملتها في الكوره المصريه. ده انا خليت يا جدع نوادي تصارع على الهبوط. يا جدع في اكتر من كده انجاز يعمله حد في الكوره المصريه؟ راح قاعد على الشاشه شويه يشتم مرتضى منصور وشويه يحب فيه، شويه يشتم امير وشويه يحب فيه، وكل شويه يقعد يقول لنا مره انا وصديقي زلطان عملنا وسوينا، وشويه يلبس لبس غريب تحسه انه لابس عبايه حريمي ويطلع يضحك على الناس ويصور لهم ان هو تاريخ واو ومفيش منه اتنين، وهو اصلا فاشل ولا عمره عرف طعم النجاح. حاجه اخيره معلش طولت عليكم، وهو في عز لعبه في انجلترا الصحافه هنا كانت محسسانا ان هو الملك مينا موحد القطرين. سالوه في الصحافه في مصر هنا لو حبيت ترجع تحب تلعب لأني نادي؟ قال لهم العب في الاهلي عشان بيساعد على النجاح. هتفضل نصاب وحرام يا ميدو، بتسرق شويه ناس مش فاهمه كوره وتضحك عليهم وتخزوقهم، لكن احنا معانا سيديهاتك وكله تحت السيطره. اهلاوي انا والفخر ليا، وهفضل ادافع عن النادي الاهلي لاخر نفس فيا. سلام عليكم.